مش هتصدقوا مين هو اللاعب المصري اللي كان حاضر مباراة ألمانيا وأسبانيا في المدرجات يا جدعان، وكان بيحتفل بالهدف اللي سجله المنتخب الألماني. لعيب مصري، مصر كلها عارفاها. هتتصدموا لما تعرفوا مين هو. هنزل لكم صورته دلوقتي في المدرجات وهو بيحتفل بهدف ألمانيا يا جدعان. بس قبل ما انزل الصورة، يا ريت لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تابعني بقى يا أخي، واعمل لايكات كتير واكسب لنا أكتر على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. طبعا كلنا تابعنا مباراه منتخب اسبانيا ومنتخب البسكليت منتخب المانيا يا جدعان، ما تودوناش في ده. منتخب اسبانيا والمانيا يا جدعان، وشفنا المباراه كانت مثيره جدا جدا، ومحدش يفهم المثيره دي غلط، كانت مثيره كرويا يعني يا جدعان. في يا جدعان دمكم كله ليه كده في الشارع، ركزوا معايا. تابعنا مباراه كانت مثيره جدا جدا، هجمه هنا وهجمه هنا، والمباراه انتهت بهدف لكل منتخب. وزي ما كلنا شفنا ان المنتخب الاسباني هو اللي بدأ بالتسجيل يا جدعان، والمنتخب الالماني هو اللي تعادل بصعوبة. لكن اول ما المانيا يا جدعان جابت الجون والجماهير كلها كانت بتفرح، الكاميرا جت على لاعبنا المصري محمد زيدان اللي كان